لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني 1166 لوانا كان تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بمبست رزامن دي رب العالمين وهبادان مئوي آزي السودي لي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بەڵێ خۆشەویستان وەکلوانی ڕابردووش کەمێک لە خزمەت دوعاتی پیرۆزەدا بن رب العالمین لە دوای باسکردنی مەسیر و چارەنووسی فیرعەون کە بە چ دەردێک خوای گەورە لە ناوی برد بەخۆی و بە جوندیەکانی ئیتر ئەوجا دەفەرمێ لە دوای ئەوە چاکەمان لەگەڵ بەنی ئیسرائیل کرد ئەوانەی کەوا لە خزمەت موسادا بوون عەلەیهی سەڵات وەسەلام و جێگا و ڕێگایەکی چاک و هەڵبژێردراومان پێبەخشین و ڕزقی چاکمان پێبەخشین. بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئەوان لە دوای ئەوەی کەوا عیلمیان وات ئەوجا اختلافیان لێ پەیدا بوو. ورزقناهم من الطيبات أي ورزقنا بني إسرائيل من الرزق الحلال الطيب النافع كواتا رزق بني إسرائيل من دا بيمان بخشين لرزقيشي حلال لرزقيشي باك لرزقيشي بسود من الأطعمة والأشربة وغيرها إتر لا خواردن وخواردنوا ولغير أوش خواي ورزقيش ساج ببخشين. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي فما اختلف بنو إسرائيل في الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه. إتلير دا زورك لزانان بو شوي لقدن اختلاف كان درباري تسبو اختلافيان درباري اعتراف كردن ببيغمبرياتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كلا توراة إنجيل باس كرال بو بني إسرائيل. يتردفر من بني إسرائيل اختلافيان لو بيدابو لنوان خوان بيدابو لا اعتراف كردن ببيغمبرياتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم ما كانوا به عالمين. لكاتيك دا أو قرآن كهاد كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لأن خوي يقول بوحي هنايتي يتر أو قرآن فعلا مجدي بيدرابو بهاتني پیغمبر صلی الله علیه و سلم لەگەڵ ئەو قورئانی کەوا پێیتی لە کتێبەکەی خۆیان ئەوان علمیان پێ هەبوو کەوە فعلا ئەو پێغمبەرەیەکەوە پێغمبەری خاتەمە ئەو کتابەیەکەوە کتابی خاتەمە کەواتە فبعث صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته. ئیتر پێغمبەر صلی الله علیه و سلم بەو شێوەی ناردرایەکەوە وەصفیان لۆ کرا لەناو کتێبەکەی خۆیان وجاءهم القرآن وقرآنش فعلا تصديق کتێبەکەی ئەوان دەکا لدواي أويكوا بالضبط أويكوا بيان صلى الله عليه وسلم بيها تبو مطابق بلقال أو وصفي كوان بيان بلا توراة ولا إنجيل فاختلفوا حينئذ أوزا هاشتاش أصل وابو هموي كوك بن لسر أويكوا فعلنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلان فاختلفوا حينئذ. إنزا اختلاف لنوانيان بيدا بلوكاتا هندي تشيان إيمانيان ببيغمبرياتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهندي تشيان كفريان بيكرد ولا أصلي شوابو ولم يكن ينبغي لهم ذلك. ندبوا وابي ندبوا وان اختلاف لسر بابته بيدا كان لكاتك داكوا خبري يقينيان لكتاب خوان بيبو بوصفي أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوصفي القرآن كوا بيتي. ومن قال بأن المراد بقوله فما اختلفوا على التفسير المذكور هم اليهود المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم ممن كان في زمانه. يتر زياتريش شيبون أو كسانك أو اختلاف يعني أو مفسران أو هاي لقدنوا أو بني إسرائيل بتايبتي جولك كوا لزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم موجود من لدواي كوا علميان بيجيشتبو
کەوا لە موسا و لێیان مابوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە تەورات و لێیان باس کرابوو کەوا وەصفی ئەو پێغەمبەرەیە کە دێ فعلا مطابقە لەگەڵ ئەوەی کەوا لە بۆیان باس کرایە ئیتر خلاف لە نێوانە پێدا بوو هەندێک ئیمانە پێ هەندێک کوفریان پێکرد ئیتر ئەو مفەسیرانە کەوا ئەو هەیان لێک دایتەوە ئیبن جەریر و واحدی و قورطوبی رازیش دەڵێ فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين كواتا مفسرين يشي زور أو الرأيان كوابو شوي أو أتان لك دايتوا وهندش دلن معنى الآية فما اختلف اليهود في أمر دينهم تفن لهذا باز لأو خلافة إذا كان كواتزولك لنيو خويان لدينكي خويان لأن بيدابو وتشعبوا فيه شعبا وبونة سندين شعبو تاقمو كومل بعدما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة لباشو كوا لأصل وأوان لسر يكمن هزبون اختلاف النبو حتى جاءهم العلم لدواي ويكوا علما بيجش أو زوها سبحان الله بجبون بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها لدواي ويكوا التوراة ينخين دبو لدواي ويكوا أحكام كاني توراة علما بيهبو أو زا بجبون لنيوان خويان أو تا كواتان ديك مفسرين وهاي هل ليك دنوا لو أنا وكو زمخشري وشوكاني وقاسمي ومحمد رشيد رضا ابن كثير ضل فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم كانت لهيز مسألة خلاف لنوانيا بيدام إلا دوائك وعلم اللوهات أي ولم يكن لهم أن يختلفوا أصل وابو كوا نبي اختلاف لنوانيا بيدابي لكاتك دا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبسة لكاتك دا الله تعالى اشتش لبيان بيان كرديو هز غموز اشتدان نبو ندبوا خلاف لنوانيا بيدابي إتلا تفسير سعيد له هذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح سبحان الله أو دردي كوا براستي توشي أو كسانة دبي كوا دينش صحيح يعني هي لأصلوا وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية كاتي كوا شيطان بهوا دبي لوي كوا أهل دين تواو لدين كيان لا بدا واز لدين بينن كاتكوا بهوا دبكوا أهل دين واز لدين كيان بينن بيكزاري هول لدى سعى في التحريش بينهم طبعا وكو مطابق حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم سعى في التحريش بينهم وذا هول لدى ناكوتش يامكال نيوان خويان وهروها دجاتيو ورقليبون ولا نيوانيان دروز دكا فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك إثر اختلاف لنوانيان بيدا ذكا اختلاف يشتيلي بباش ذكوي بالتأكيد رقليبون ودجاتي كردن ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض انزل النتزي اختلاف هنديك بيقوم راد بي وعداوة بعضهم لبعض وهنديك دجاتي هنديك كذا كان ما هو قرة عين اللعين إتر أو ملعونك وإبليس تساوي بيرون دبيتو بدجاتي بين إيمان داران وبين مسلمانان كوا دجاتي أكتر ذكرنا زي خلاف لنيوانك بيدا دبي وإلا أجرنا فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة تباشا يعني فعلا كاتكوا پروردگار هر یک پروردگاره یک پیغمبره عليه الصلاة والسلام یک دین لان ندرا وهروها مصلحتي همويان بقشتي متفقة لسر ويكوا كوك من لسر أو منهزة فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم تباشا لبرسي اختلاف لنوانيان بيداد بكوا براستي أو دست جمعيان تيق ددا ويحل رابطتهم ونظامهم إتر أو بيكويان لنسي خلاف برتوازي دروز دبي لنتيجة فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت لنزي اختلاف التفرقة مصلحة دنيا وقيامة لدزدتي ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت وهروها سندين بشي جرنج لدينا كان لنتيجة خلاف دمرين لنوان خويان خابنا ماندا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة كوات براسكاتك وخلاف تفرق دروز دبي نتيجة أوينيك وعلميانية نا لدوايك وعلمي الشيان لودي خواهي قور إقامي حجي كده لسر
مسلمانان لهمو أمتك يهندينيك وتفرقوا اختلاف لسدينيان بكن بلام كاتك وأهواء وآرزودك وتنوانيانو بفيتي شيطان يتر خلاف لني أخوان في أجرنا هيز مبرر يجني لبو اختلاف التفرقة هيز مبرر يجني لبو اختلاف التفرقة مجرد أو نبيك وهواء وآرزو خوان تيربكن وهروها تساوي الشيطان بيرون بيتوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي إن ربك يا رسول الله يحكم بين المختلفين فيك من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمرك يتربى تفسيرك وكوتمان كاتك بني إسرائيل دواء وعلميان بيهبوك وبهاتني وبيغمس صلى الله عليه وسلم وهاتني بيغمس صلى الله عليه وسلم مطابق بو لقال أو وصفيك لبويان كرابو أو ذا خلاف الشيء لنوان بيدا وهندك إيمان بين عندك كفران بيكر دي پروردگار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم دكا لنوان روجقان لنوان أوانك وإيمانهن لنوان أوانك وكفريان بيكر لنتيجة دا فيدخل المؤمنين بك الجنة وأنا إيمانيا بتو هنا عاقبتيا برو بهشتا ويدخل المكذبين بك النار وأوانيك وأتويان بدروزاني برو آقر خوابنا من دا ابن عاشور اجدال تذييل وتوعد أو كوتاي وآتا إن ربك يقضي بين يوم القيامة فيما كان فيه يختلفون تفرمي أوا كوتاي آتكو وهروها توعد وتعرش كردنا ما بس تشتيدا أن أولئك قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم يترى أنا كساني كن أويك كرديان بوي ورويشتن وأمري أوان حكم لنوانان كي تلاي پروردگارت وكل سورة البقرة عند فهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وفي إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في وسائل الخلاص من الضلال لو أواني استا حالي حاضر ماين ونمردينا به فكرك لخوب كانوا كوا بشيويك خويا نجادنا لقمرايو خويا نخنا موقفك لروج قيامته حسابيان لقل ذكره انزل دواء فرمي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أجر شكو جمانته لويك ولا بوت هاتية دي برسيار لوانبك كوالا بيشتو كتابيان لبو هاتبو لقد جاءك الحق من ربك بيجمان حق للام پروردگار لبوت هاتية فلا تكونن من الممترين ما يريزي أوانك وشكو جمان ينهي مناسبة وآتل قلوي بيشترك رازي در أن الله تعالى لما ذكر من قبل اختلاف أهل الكتاب عندما جاءهم العلم لبيش وخواي قرباس لاختلاف أهل كتاب كالدوائك وعلميان لهات أو ذا اختلاف لنوانا بيدابو أورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ما يقوي قلبه في صحة القرآن والنبوة كاتك ولا بيشتر باس لو يكركوا هندق لأهل الكتاب أهل الكتاب خلاف كوتني وهندق إيمانه هندق كفريان كر يتلير ذا التأكيد لسر وإذا كاتوا أويل بتوهات يا رسول الله هيت شكو قمانتي داني وحق راستو درسته وبيغمبراتيه ابن عاشور دل وأيضا فإن هذه لا تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة كواتا عيني أو آتا تفرمي هل دريجي أو آتاني كواخواي أو قصصاني هناوة وكنمونيق لبو أهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم وارفاتاوك آموز قال ورقر أمثال أوانك وكفريان كدتسيان لي بسر هاد فانتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين كواتا هل لو بابلين تعليقا لسرآت كان بيشوتر إنزال أسلوبك برو أسلوبك شديك أخوائي قول سبحانه وتعالى كلا هورد أسلوبا تعريض بالمكذبين راستي إشارة لبؤانك وتكانوا بيغمبرياتي بيغمس غوص مدروس زانا فالأسلوب السابق تعريض بالتحذير من أن يحل بهم ما حل بالأمم المماثلة لهم لا أسلوبكي لا آتكان بيشوتر خواهي قول إشارتي لبو كسانش مشرك كرك وأخوان بباريزن لو كوا أو مصير تسار نسيان بسر نيكوا بسر أواني بيشي أوان هاتن كاتكوا كفريان كر
وهذا الأسلوب الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث وما في الكتب السابقة من الإنباء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كواتي ليرش لدرجي أو آتانية أيني خواهي سبحانه وتعالى شاهدي أهل كتاب دينيتوا لسر أوي كوا فعلا لكتاب كان آنيش شاهدي هي لسر راست دروستي وبيغمراتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوات بشاهدي أوانيش محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هر رسولي خوايا وهو القرآن شوحي لنا خواهي يقول هات بشاهدي منصفة كان أهل كتابيش كوات خوتان بباريزن لوي كوا روبروي بيغمبريك ببنوا كوا خواهي يقول التأييدك أقرنا مصير تسارا نوستان وكو أو كسان ليدي كوا روبروي موسى بونو عليه الصلاة والسلام خواهي يقول تي بسر هنان والله خوش يستأيتر لتفسير وآتاء مفسرين قصي زوري أنا سر كرده والله لو ارتوابوني كاد دوستين ببشتواني الله تعالى وانداته دينه وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.